ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. تكملة يعني لما كنا قد سبق كنا إن شاء الله هنكمله اللي هو قضية الإيه؟ الفن المصري. كنت عايز أكمل في مسلسلات وأفلام كثيرة جدا ومسرحيات خارج الأفلام الدينية وكده، وأعمل لها جزء لوحدها، ولكن والله بعض الإخوة يعني اتصلوا بيا وبعض الناس قالوا لي والله تكمل عشان خاطر رمضان على إيه؟ على أبواب. فبيتحذر الشباب والناس من مسلسلات الافلام الدينيه واللي بيحصل فيها وكده. الاول عايزين نقول ان احنا وصلنا لدرجه غريبه قوي. اذا صفدت الشياطين لما بيقل عملها في رمضان بيحصل ايه بقى؟ في شياطين الانس هم اشد، والله اشد بكتير جدا. ده الشيطان خلاص قدم استقالته وقعد رجل على رجل وبيخلي دول شغالين. تيجي في رمضان ما بتلحقش تعمل اي حاجه في اي حاجه. يعني هي الفترة اللي عاملة زي الإنسان كأنها بنزينة الواحد بيمول منها طول السنة، مش مستحيل، بيعطلوا عليك الوقت ده بالذات وبيضيعوه. فوازير وافلام وبتاع ومسرحيات وغيره، وحتى يعملوا لنا حاجات غريبة جدا. طب ايه لازمة المسلسلات الدينية اللي هي دلوقتي الناس بتعشقها وبتحبها وعاملين عليها ايه؟ طبعا مش هتكلم على الحاجات اللي هي العفنة اللي بتطلعها إيران المجرمة، الدولة الملحدة الشيعية المجرمة والعياذ بالله، اللي هم أكثر من اليهود والنصارى الشيعة الاثنى عشرية، وهم طالعين بهم السما يعني وكده. هنتكلم بس على افلامنا ومسلسلاتنا اللي كانت لها رواج شديد جدا عند الشباب والشعب المصري. حتى واحنا اطفال صغيرين كنا بنطلع شباب كتير جدا من الناس بنسمع نتفرج على المسلسلات وكده، اما نطلع تكرر الالفاظ اللي هي الخطا دي والعياذ بالله، الاخطاء العقديه اللي فيها. فاحنا بنحذر الشباب والناس انك انتوا ما تقوليش نفس الالفاظ الناس بتقولها. برضه بنقول مش بنكرر، احنا مش هنسحب احكام على الناس دي. هل بيقولوا ده كفر ولا مش كفر ولا غيره؟ لا، ده والله ده دور العلماء. وانتوا بس احذروا من هذه الايه؟ السوسه اللي بتنخر ايه؟ صعد موت. طيب هنا في مسلسل لا اله الا الله، وله يعني حاجه غريبه قوي مع الشعب المصري. قاعد الناس اكثر من رمضان بيتابعوه. كام جزء؟ طيب نيجي بقى من اول حلقه بقى وانت طالع بقى كده، ده كله مسلسل لا اله الا الله. تجد ان الاخطاء فيه يعني كتيره جدا جدا جدا. وطبعا في حاجات كتيره جدا ما كتبتهاش كمان. هقول لكم ليه. تعالى بص بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادة الأصنام والدعاء ليها، الناس دي ده إيه؟ أصنام بقى. ولن أعود، بقول لك إيه بقى؟ ولن أعود قبل أن يشرق علينا ربنا شمس إله النور من أفق الشرقي. بيقول لك بعث إلي لأصنع إلها أنا في شوق إلى الركوع في معبد إلهنا مر العظيم. ده كلام السيدة أمينة رزق اللي هي إيه؟ أنا في شوق إلى الركوع في معبد إلهنا مر العظيم. تتقرب إلى الآلهة المزعومة، يرد بيقول لك إيه؟ وإن شئت التقرب إلى الآلهة فقدمي قربانك غدا في معبد إلهنا ننا إله القمر العظيم، اللي هو طالع بدور سيدنا إبراهيم في الفيلم في المسلسل. بتقول لك كنت أتمنى أن أقدم قربانا لرب الأرباب مردوخ العظيم. نعم مردوخ سيد الآلهة ولا ريب، لكن ننا هنا يمثل مردوخ، فقربانك إليه في أور يغنيك تماما في الرحلة إلى بابل لتقدمي قربانك هناك إلى مردوخ العظيم. لتطل على الآلهة أياما سأتركك يا حبيبتي في رعاية آلهتنا العوالم. سورة بقى الكهف يتعبد ويقول بقى الكاهن باسم شمس السيد العظيم الإله مردوخ أرسلني لقد أحل رقبته المقدسة مكان رقبتي، ووضع فمه المقدس مكان فمي، ووضع صلاته المقدسة مكان صلاتي، ووضع بيقول لك بقى وضع الثلاث مواقد والأرجفة أمام الإله العظيم. نن إله القمر وشمس إله شمس مردوخ إله الآلهة. هنا بقى منظر الناس بتدعو الأوثان، وبيحمل بقى هو إيه وراء الكاهن رجل خروف، والراجل بيحمل خروف اللي هو طلع بتاع سيدنا آزر وسيدنا إبراهيم في الايه اللي هو آزر وسيدنا إبراهيم في الايه في المسلسل. بيقول الكاهن بقى أي مردوخ العظيم ربي ورب الآلهة جميعا، عينك لا تغفل عن عبادك ورعاياك أبدا بالنهار، يكونون في رعاية شمس إله النور، وفي الليل يرعاهم نن إله القمر العظيم، وإذا غاب نن ذات ليل رعتهم السهرة والشطار. العطوف أي مردوخ العظيم فحبسته في بيتي حتى يستخيرك ويتوب إليه. أنا عايزك أعرف بس الكلام ده يعني بيتقال إيه كموعظة؟ مستحيل. بيتقال إيه؟ هل حد يقول لك والله ده نقل الكفر ليس بكافر، هو بينقل الكفر بس عشان يقول للناس ده غلط وعيب؟ مستحيل.
الراجل اللي بيمثل الكفر وبيسجد وبيذبح دي ايه حكمه؟ بلاش ايه حكمه؟ اللي بيعمله صح ولا غلط؟ الناس يا اخوانا ما تقلدوهوش. يرضوا مين ده؟ ودور الازهر اللي سايب العمليه كده السيف في السايب. طيب الحمل بيقول لك فداء للازهر ويذبحون الخروف، والكاهن بيقول لك ايه ويكرر فتقبل منه تضحيته، ربوع له يسر له اتوسل الى الالهه، فالتوسل بالتوسل بالدعاء والصلاه والسجود في كل صباح ومساء، حتى بالكاهن اني يا ابتي عبد مطيع، والكاهن بيقول لك فلتفعل بنا الالهه ما تشاء. الكاهن بيقول لك وامعن النظر فيها لارى نوايا الالهه، لاقرا ما سطره مولانا مرضوخ لنا، اللي هو اله الالهه عندهم لنا في لوح قدره، سحب داكنه سحب داكنه تحجب وجه القمر، وجه الالهه ننة والالهه شمس واله شمس اظلم وجهه المضيء. وكان بيقول يا خالق البشر يا اله التالوت، يا خالق البشر يا اله التالوت اغفر لي اغفر لي. ده بيقول لي برضه مقبول. بيقول ايه برضه آزر تقدم يا صانع الالهه، ما ارضى الهنا مرضوخ في ارض الهنا مرضوخ. آزر بيقول ان تقضح او ان تنال من اقدار الهتنا. بيقول لك في رعايه الالهه لان رزق. طبعا انا فيها ناس كده جدا جدا بقول اقوالهم لانهم مش معروفين. فاستشار النجوم فاشارت اليه الكاهن. الكاهن بيقول لك الملوك من اصل الهي فوق الناس، ولكننا مخلصون للملك وللاله لامين رزق، ليصنع له تمثال اله الالهه مرضوخ العظيم، اللي هو طلب دور أزر. يقول اي خالقي بارك لي في عملي هذا وتقبله مني، ففي قرة عيني اي خالقي اي مرضوخ العظيم لي في عملي هذا، باسم الالهه مرضوخ احييك ايها الارضغل العظيم. ده توفيق ده. ويتبع الناس تمثال الاله التي اصنعه، وتبارك الالهه يا بني ادم. الكوكب ايها الكوكب الوضاء يا الكوكب المشترى، يا من تمتد قدرته الرأي كده الى السماء والارض، الزاهيه الى السماء والارض، يا مظهر الاله مرضوخ رب الارباب واله الالهه، اللي هو اله الالهه. واحد اخر يقول لك يا من يجري بالغيوم والمواسم، الغيوم والمواسم، ويقهر على الاحياء، يا من يسبح له الارواح السماويه والاشباح الارضيه. اقول ايه بس؟ يعني الواحد يعلق يقول ايه؟ انا بس عايز اقول حاجه واحده بس، يعني انا ما بعلقش على الكلام ده كله خالص. انا اعلم ان المشايخ ملهاش في المجال ده خالص، مجال الفن. يعني هم يعرفوا معلومه معلومتين، دار الندوه والنصارى والمشركين قاعدين فيها وصوره ابليس بيعلقوا على الحاجات دي، انما انا بقول ده اهو ما هو الا يعني الاسانس اللي هم يجمعوه وهم المشايخ تعلق عليه او الدعاء يعلقوا عليه، سواء العلماء او المشايخ، لان اعلم انهم يعني بضاعتهم في هذا المجال بالذات قليله. فانا بجيب لهم بضاعه اهي لغايه اهي بفضل الله تبارك وتعالى، وهم يعلقوا براحتهم. وبفضل الله تعالى انا جايب الكلام ده بايدي، يعني الكلام ده اصلا انا مسؤول عنه عن صحته. ها هو ذا مولانا البعل العظيم يحجب عنه وجهه. الآن قلوبنا تحترق لو دام ظهوره. ها هو ذا يميل نحو دياره العوالي في غيوب ملكوتي، يختفي وجهي ولكن تغيب عنه قدرته. لا وحكم مردوخ آية العبادة، وأذن لكم بالرواح وقد أشاع عنه العالم بوجهه، انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. وبيكرر وحكم مردوخ وكم استدعيتم من الكهنة وكم قدمتم من القرابين. أجاب آزر كثيرا. ماشي. ما يشتري البعول العظام، ما يشتري البعول العظام الآلهة، ما يشتري الآلهة. وكرر كثيرا. ده كان صبر عمونهم وأحمد عبد الوارث اللي هم بيعتبروا اخوات سيدنا إبراهيم في المساجد. تبارك الآلهة نسلك يا مروان أحمد عبد الوارث. بتقول له فأنا زوجته أمام الآلهة والقانون. قرأتها مرتين. بتقول له أمين رزق ترعاك الآلهة. بيقول له إلهي مرضوخ إلهينن أيتها الآلهة جميعا، ارفعي مقتك وغضبك عن إبراهيم، واجعليه مباركا مصداقا بما رآه أبي في المنام وفي النجوم وفي كده أكباد الضحايا. ده كمان كلام سيدة أمينة رزق. حمدا لله مجهولة. بتقول الرقص والغناء. طبعا جايبين الرقص والغناء أمام سيدنا إبراهيم كمثال في الصورة عادي، وسارة موجودين، بس طبعا مش جايبين صورة سارة سارة سيدنا إبراهيم، بس جايبين الأغاني والطبل والزمر والكلام ده كله. والناس تقول لك عادي والله الطبل والزمر حلال اهو. تفتى أن تقبع آلهتنا وتحتقرها. النار تأكل آلهتي. اللي هو 3 مرات. الجميع يتعبدون ويدعون. حضرت بأهلي وقومي يقدم الخرابين
ودق داعيا ودق القلب داعيا أن تحفظي إيه لوط، أن تحفظي لوطا. ولكننا لا نحتفل ونقدم القرابين وننشد الصلوات ليكون الصبي بيننا ليتعرف على آلهتنا البعول العظام. وأنتم أيها الكهان المباركون أتموا صلواتكم لنأتم بكم. هنا بقول يا سيد الإله يا رب الأرباب أيها البعل العظيم يا مرزوق يا ساحر الأقدار يا لامعا تتألق في السماء. تاني بقول له يا من بعلا تنحني البعول له إن ننا وشمس وعطاء وأشتار وويل لك من مرزوق. بيقول ويل لك مرزوق يا إبراهيم فلن يبارك لك في حياتك. سيلقي بك إلى الهاوية إلى الأرض التي لا رجعة منها. بقول له أي مرزوق العظيم إني بريء من إبراهيم أستغفرك. بقول له شوف بقى كويس إن هو ربنا أنت في السماء أميرها الأول وفي الأرض عظيم أربابها وأنت مقدر النصايا. لولاك لما بنيت المدن ولا أقيمت الحياة. اللي هو طلع عبد الرازق يقول لك إيه أنقذوا الغلام من هذين الكافرين. بيقولوا بقى إيه اللي هو يعني لفظ الكافرين بيقولوه في المسلسل على سيدنا إبراهيم والسيدة سارة. الغلام اللي هو سيدنا لوط والغنود. طبعا مش هقول لكم على الكذب بقى والافتراء الموجود والكذب في السيرة والتاريخ هتلاقي في المسلسلات الدينية وغيرها كده. وسيدة أمينة رزق طبعا هي طبعا قصدي نقول أنيسة لأن هي ماتت أصلا وهي كبيرة كانت طبعا كان عندها 90 سنة كانت لسه اتجوزت يعني. هي وليدة 10 عامة. أمينة رزق والقرابين للآلهة. بيقول لك إيه إن الملك الإله. هنا بقول له بارك في الإيه في الله محمد وتدمج صفات البعول العظام للآلهة للإله الواحد الذي لا شريك غيره. مجهول بيقول لك لولا مولاي الملك الإله إنكم والأرغل المقدس تعطون إبراهيم وإله إبراهيم وزنا لا يستحقان. يعني إبراهيم وإله إبراهيم اللي هو ربنا ما يستحقوش اللي هو الوزن نسبه ده عندهم يعني. آخر بيقول لك أيها الملك الإله المعظم إن إبراهيم ساحر فاجر ينبغي أن يعامل معاملة المجرمين. ثاني بيقول فإن آلهتي أعلى من إلهي وأجل. يعني آلهة الأصنام أعلى من إله سيدنا إبراهيم وأجل من إلهنا. بيقول لك إن مولاي الملك الإله والثاني يقول لك قد أفسده إبراهيم. امرأة بتقول أتوسل إليك يا لوط تبقى معي لا تلعب أمي بقية عمري. قال لوط على لسان عبد الله غيث بقى أنا الذي أتوسل إليك يا أمي. يعني سيدنا لوط بيقول لها أنا بتوسل إليك إيه يا أمي. أهو أقول إيه عشان تيجي تلاقي كل واحد حبيب دلوقتي وكل واحد بيحب واحد يقول لك إيه كل شوية أنا بعبدك أنا بتوسل إليكي أنا برخع عليك والكلام ده كله ويطلع لها رجل في نص زي أحمد مظهر يقول لها أنا بعبدك عايزين أسجد لك وينزل عادي مفيش مشكلة. سبحانك يا رب الناس دي مالهاش قلوب ولا إيه؟ سمت الحمد لك إلهي لي يا ذي المجد والجبروت ما أكثر ما ارتكبت من المعاصي التي تغضبك وإني أريد أن أطفئ نار غضبك وأظنه سامي سرحان حتى تبطش بي ها أنا ذا أسوق ابني بكر أولادي لأسبحه قربانا إليك أيها الإله العظيم وأسبح ابني بكري تحت قدم الإله ومولاي اللي كده مش فاهم ذي المجد والجبروت. وهنا بيقول لك نرجو أن ترفع الآلهة العظام غضبها عنا حيث ترانا أن نثأر لها ممن اشترأ عليها وأهانها وسخر منها. هنا بيقول له أفسدك إلهك المحروق. يعني أبو إبراهيم بيقول له أفسدك إلهك بيقول له سيدنا إبراهيم وإن اتبعتني هذا الشيطان أفسدك الهالك المحروق. ده هو بيتكلم اللي هي أمينة رزق. تذكرت أمينة رزق بيقول لها بقى اللي هو طلع عبد القادر بيقول لي أمينة اللي كانت عايزة تأمن بقى ويقول لها وإن اتبعتي هذا الشيطان على سيدنا إبراهيم أنا أحب الآلهة أنا أمجد آلهتي فلماذا يأخذني بأمر سفيه خرج عن أمري. هنا بيقول لك لا تقرب آلهتنا. الدين يقول لك قد انتصرنا لآلهتنا اللي هو توفيق الدين. طبعا توفيق الدين ده لو ده عايز حلقات واحدة. إن هذا الفتى ساحر ولا ريب على سيدنا إبراهيم يقول له أثبت مكانك أيها الملك الإله. شوف الملك الإله هو الفرد. هنا بيقول له أنت أقوى من النار أنت أحق من الإله بالعبادة. ده الدقن توفيق الدقن. سبع منهم بيقول تماثيل الآلهة السادة البعول العظام تعرضوا عن آلهتكم أتعرضون عن آلهتكم حسبتكم قادمين بقرابينكم فاذبحوها على أقدام مرضوخ رب الأرباب. ولكن حسب حب الآلهة أشد. يقول بقى حب الآلهة أشد لا لن أتحول عن عبادة آلهة أبي وأجدادي
بيقول له أيتها الآلهة السادة البعول إن أمنحوني حينما منح إله إبراهيم لإبراهيم. ده كلام إيه؟ صبر عمان. هنا بيقول له الملك للإله، ده مجهول. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يقال للملك الإله. بيقول له هنا تاني الملك الإله شقيق مجد مردوخ جاءوا يكلمون الملك الإله. يقول له الإله أعلى وأقدر، إن مردوخ ينزل بي العقاب. يا آلهتي أنا لا أذنب لي، أنا لا ذنب لي، أنا بريء من إله إبراهيم، أدركيني في مصيبتي. أحمد عبد الوارث بيقول يريد أن يضحي بنفسي ليدلك يدلل على قدرة آلهتنا. يريد أن يؤكد لضعاف الإيمان أن آلهتنا القادرة على ما قدر عليه إله إبراهيم. يقولوا إن لوط وسارة وإبراهيم هم سبب بلاؤنا، هم سبب غضب الآلهة علينا. أنا واثق إن الكلام ده كله حتى معظمهم ما كانش بيقولوا المشركين ولا الوثنيين خالص. أنا طبعا عشان يعرضوا بقى الفيلم والمسلسلات يعرضوها في وضع معين، تحس لازم يجيب لك إيه الكلام ده. يا الله. طب ماشي. هنا بيقول له إيه بقى؟ هنخش بقى في محمد متولي. بيقول له إيه بقى؟ الصدق لأجل لو كنا هنا الهنين يعلي وعن من لهما كل شعور، ولا رضى عنت الصدق لأجل الهين بعل وعنت. وهنا يقول لك ربط الفأس برأس إله مردوخ. ده هو محمد متولي طالع بدور مهرج وبيقص القصص. ظن الراعي المسكين أن الآلهة مجرد حجارة صماء، ولم يعلم أن روح الآلهة تحل بها، فما إن شاء أن أشار نحو رب الأرباب مردوخ. هو بيحدث بقى، كان بيحدث على واقع سيدنا إبراهيم. وقال فعل هذا كبيرهم حتى نطق تمثال الآلهة العظيم، تمثال الآلهة العظيم، وقال كذبت يا إبراهام. ألقى الملك النمروس بالراعي إبراهام جزاء كفره بالآلهة وافتراء على تماثيلها، ولكن صنيع الآلهة. هنا بيقول له إيه؟ كان أعظم وأروع كل ما يتصوره البشر ذلك حينما فزع الراعي من النار، نسي إلهي الذي يعبده. هو بيتكلم بقى على سيدنا إبراهيم. ولم يجد في قلبه إلا السادة الآلهة البعول العظام. شوف الافتراء على سيدنا إبراهيم وكذب غريب جدا جدا. فصاح أي مردوخ العظيم اللي هو سيدنا إبراهيم بقى: يا رب الأرباب كفرت بك واستعنت. هنا بقول له إيه بقى؟ البعول العظام. فصاح أي مردوخ العظيم يا رب الأرباب. هنا بقول له كفرت بك واصنعت إليك وأنقذني من النار وأسأت إليك. بقول له كفرت بك وأسأت إليك. هو بيحدث بقى سيدنا إبراهيم بقى في نظره بعد ما اترمى في النار واتحط في النار بيرجع تاني للكفر والعياذ بالله. بيقول له كفرت بك وأسأت، تمام، والعياذ بالله، إليك وأنقذني من النار لتظهر مدى رحمتك واقتدارك ومجدك. فقال مردوخ للنار: لا تحرقي إبراهام. فصارت النار حول الراعي كأنها بستان، وتدنت له فيها غصون الفاكهة والريحان، فأخذ يقطف منها ويقذف إلى مشاهديه خارج النيران ويقول: اشهدوا بمجد مردوخ، اشهدوا بمجد مردوخ. ده محمد متولي طبعا، وبيقول طبعا بأسلوب هزلي، والأطفال الصغيرين كانوا بيخرجوا يقلدوا إيه؟ الأستاذ محمد متولي عادي الفنان المصري. مردوخ بيقول إيه؟ كرر: وما رب إبراهام الذي أنجاه من النار إلا مردوخ العظيم. أنا أتحولك بقول له أنا أتحداك وأتحدى إله إبراهيم. متولي هنا بقول له عقوبته أمام الآلهة صارمة. لو محمد متولي واحد بيقول له: لا أعرف إله غير النار. إلهي تتأجج، آلهة تتأجج روحه أمام عيني. قم يا بني، قم معي واسجد لهذا الإله الوهاج. ده اللي راح عند سيدنا إبراهيم بيقول له كده إن أنا عايز بعبد النار دي. بيقول له: مولاي الفرعون الإله. بيقول له: عاصمة الإله سيد الآلهة، له الحياة والسعادة والمجد، يمنحه الإله 6 حياة جميلة. عبدكم الخالص. هنا ما بيتكلم ايه لفرعون. بيقولوا: يا قوم لا يفتنكم هذا العبري، وعودوا إلى من تسبح لهم الأرواح السماوية، اللي هم الآلهة بقى، من مشيئتهم نافذة في الأرض وفي السماء. هنا بيقولوا الأرض المقدسة لإله مصر: أرجوك أتوسل إليك. يقول له: إن مولاي الأمير الحبيب في رعاية الإله. هنا بيقول له: مولاي الإله المقدس، ورسموا قصة مولدك الإلهي، فأنت منذ الليلة إله مجيد خالد لا يموت. يقول له: أيها الإله المنتصر يا ابن راع، أنت ربنا الأعلى. يا سبحان الله. منذ أن رأيت مولانا الإله
فانتظار مولاي الاله، بيقول له في انتظار اله مولاي. رجاء الجريخلي بتقول له ان فرعون الاله، بيقول له فان الذي صنعتني بالملك الالهه. هنا بيقول له فلان قد اطمأن قلبي، فالآن قد اطمأن قلبي أيها الملك الإله راع. بيقول له حتى إذا بلغ الآلهة من الكبر عتية الست ابنة الإله راع. بيقول له فقد حشد الملك الإله. بيقول له فعلمنا عن الملك الإله. بيقول له فإن ممالك الفرعون الإله. بيقول له إنها تملك الاسم الأعظم للإله راع. ده كله لفظ الإله ولفظ العبادة ولفظ والعياذ بالله، أمور يعني غريبة جدا جدا يعني. وتعرض عادي وإنا لله وإنا إليه راجعون. رب كل شيء هو راع عهد بأسمائه إلى أبنائه الآلهة، فكأنك تأمرنا أن نعبد راع وحده ونعلن ونلغي سلطان أبنائه. كيف نلغي الآلهة؟ إن لكل إله من هذه الآلهة سلطان في الأرض وفي السماء. مولاي الملك الإله. بدر الدين جمهور مش عارف، اظن بدر الدين جمهور ولا ما اظنش يعني. فاللذة هي المعبودة، يعني هي المعبود المنشود والمتعة، هي الإله الذي ينبغي أن نتقرب إليه بلا حدود. طيب هذا وإن شاء الله تبارك وتعالى والله المستعان ونكمل.